تعالوا أعرفكم على نفسي. لا مش أنا، البنت اللي هناك دي عندها 10 سنين واسمها ليلى. ودي المشاعر اللي جواها: غضب، خوف، حزن، فرح. كل واحد فيهم ليه دور مهم في حياتها. تعالوا نتعرف عليهم. أهلا بيكم في عالمي اللي جوه دماغي. كل واحد فينا هيعرف نفسه بشكل أحسن. أنا الفرح، أنا الضحكة الحلوة اللي بتطلع من القلب، واللعب والهزار اللي ما بيخلص. مهمتي إن أخلي ليلى دايما مبسوطة ومتحمسة لأي حاجة بتعملها. أنا حزن، أنا مش وحش زي ما الناس فاكرة. أنا اللي بخلي ليلى تحس بنفسها لما تكون زعلانة أو محتاجة حد يطبطب عليها. أنا ببساطة اللي بيفكرها إن من حقها تزعل وتعيط. أنا الخوف، أنا البطل اللي جوه ليلى. أنا اللي بحميها من أي حاجة ممكن تكون خطر عليها. أنا الصوت اللي بيقول لها خلي بالك، فكري كويس. أنا الغضب، أنا مشكلة ناس كتير، بس أنا في الحقيقة اللي بساعد ليلى إن هي تعرف في حاجة غلط بتحصل معاها وإزاي إن هي تقدر تدافع عن نفسها. كل واحد من دول عنده مغامراته الخاصة ومهمته يوصل ليلى لبر الأمان. مستعدين تشوفوا إيه اللي هيحصل معاهم؟ الحمد لله على السلامة، وصلنا البيت الجديد أخيرا. الله يسلمك، المكان شكله كويس. الحمد لله إننا وصلنا بالسلامة. يلا ننزل نطلع الشنط ونبدأ نشوف الشقة من جوه. تمام، يا رب تكون خطوة خير. إيه ده يا خوف؟ يا خبر أبيض! إيه الهدوء القاتل ده؟ هو إيه اللي حصل بالظبط لما دخلنا البيت الجديد؟ مش عارف يا غضب، حصلت هزة جامدة كده، طفينا وأنوارهم اختفت فجأة. يا فرح انت فين؟ يا حزن، يا حزن انت كمان مش هنا. احنا بقينا لوحدنا، انا وانت وبس، لا فرح ولا زعل. ايه المصيبة دي؟ ليلى مش عارفة تتكلم عشان ما عندهاش ولا فرحة ولا دمعة. انا خايف، لازم يكونوا في مكان قريب. يا ترى فين اختفوا؟ ايه اللي سحب الطاقة بتاعتهم؟ مفيش وقت للخوف، روح دور في منطقة الذكريات البعيدة، يمكن يكونوا بيتفرجوا على صورها القديمة. لازم نلاقيهم، لازم نلاقي الفرح. انا رايحة اهو، يا رب نلاقيهم. انا خايف ارجع واقول لك ما لقيتش حد. الكور دي فيها كل ذكريات ليلى. يا خبر، الفرح والحزن ايه اللي حبسهم هنا؟ يا خوف، ليلى مشاعرها متجمدة. أنا حاولت أرجع بس في قوة سحبتني لورا، وكل ما أحاول أدوس على زرار الفرح بتشدني لورا أكتر. كأن ليلى مش عاوزة تحس أصلا. أنا كمان حاولت أبعت لها دمعة صغيرة بس مفيش فايدة. ليلى خايفة تحزن ورفضها للحزن ده جمد المكان كله علينا. احنا محتاجين نرجع بس مش عارفين نرجع ازاي. يا غضب، انا لقيتهم محبوسين ورا حاجز كده، وبيقولوا ان ليلى عشان مش عايزة تحزن ده اللي جمد مشاعرها علينا. ليلى حبيبتي، تاخدي شوكولاتة؟ انا زهقت، انا هعمل اي حاجة، انا هعمل نفسي حزن علشان ليلى تعبر. يا ليلى، انا حزين قوي على لعبك القديمة. لا ما ينفعش، انا الغضب، التمثيل مش لايق عليا.
جرب انت يا خوف، اعمل نفسك فرح. يلا نضحك. انا مبسوط عشان في شوكولاتة. بص بقى يا خوف، احنا محتاجين الفرح بس. الحزن ده ملوش اي لازمة في حياتنا الجديدة، ده اللي بيخلي ليلى ضعيفة وبتعيط طول الوقت. احنا لازم ندور على اي طريقة يرجع الفرح بس. احنا مش عايزين الحزن ده يرجع تاني، مفهوم؟ يا غضب، الذكرى دي ذكرى ليلى وهي بتعيط جامد لما سابت اصحابها. الذكرى دي لو اختفت ليلى هتنسى انها كانت بتحبهم قد ايه. الحزن بيثبت قيمة الفرح. ليلى، ده الألبوم بتاع ذكرياتك كله عشان تفضل معاكي هنا. يا ليلى، لو ما عرفتيش تبكي عمرك ما هتعرفي تحسي بالفرح بعدها. احنا لازم نساعد الحزن انه يرجع تاني. يلا يا ليلى، ازعلي وعبري عن نفسك. عايزة ارجع لمكاني تاني الطبيعي. ازعلي وعبري عن مشاعرك. أنا كنت خايفة أعيط عشان ما ضعفش. البكاء مش ضعف يا حبيبتي، البكاء راحة. أنا بصراحة آسف يا حزن، أنا ما كنتش أعرف إنك مهم أوي كده. احنا كلنا مهمين يا غضب. الفرح لوحده ما ينفعش، لكن الفرح بعد ما الحزن يخلص دوره بيبقى راحة حقيقية وذكرى ما تتنسيش.